اسمحوا لي أن نرحب بضيفي من برلين السيد ماجد الزير، الرئيس التنفيذي للمجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية. أستاذ ماجد، مساء النور. حياك الله. مساء النور، الله يسلمك. اليوم يوم مشهود أستاذ العيادي، أستاذ ماجد، في هولندا، في لاهاي، محاكمة الصهاينة. كيف تابعتم الحدث أستاذنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هو يوم دخل في الرزنامة الوطنية الفلسطينية من الأيام المشهودة التاريخية المفصلية في تاريخ نكبة فلسطين، ونحن نقترب من الذكرى 76 لنكبة فلسطين. اليوم دخلت جنوب أفريقيا بملف الادعاء ضد دولة الاحتلال، وكان للقضية الفلسطينية فرصة مهمة سياسية أن تكون في منصة عدلية دولية مرموقة المستوى لتطرح كل السردية الفلسطينية بأدلة بشكل محترف، بملف بإرادة سياسية لدولة لها سمعتها في العالم كله، ويأتي ليمثلها يعني وزير في الدولة ويتلو بيان الحكومة وزير العدل. وهذا يعني عقل حاضر الذهن متماسك في الإرادة في الذهاب بعيدا في طرح القضية، وهذا ما شاهدناه بالفعل. التاريخ غير مسبوق من وجود دولة الاحتلال بكل مستوياتها في قفص الاتهام، وقد وافقت على أن تكون بوفد، والوفد ضخم، فكان أن طرحت كل الاتهامات وكل أعين العالم متجهة إلى لاهاي بشكل حاضر الذهن وحاضر الحواس، وطرحت كل الملفات بتنوع واحتراف، والقضاة الذين انتدبتهم كمستشارين يتحدثوا باسم جنوب أفريقيا بشكل رسمي. هذا كله يفيد بغض النظر عن النتائج أستاذ، نعم، وما سيحدث غد وبعد غد، ولكننا اليوم كان علامة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، وفي طرح ما كنا نسميه منذ 7 أكتوبر إبادة جماعية، تطهير عرقي، جرائم حرب، كلها اليوم أصبحت بملفات وقدمت على يعني صينية قضائية قانونية إلى القضاء بتوثيق حقيقي. فكان 3 ساعات ذهبيات تزن في فعلها وأثرها السياسي والقانوني وحضور الإعلامي. اليوم مباشرة يعني الكبرى المنصات الإعلامية العالمية تورد ما ذكره المحامون والمستشارون والقضاة بالممثلين لجنوب أفريقيا. البي بي سي بصدر صفحتها أن هناك إرادة للمسؤولين الرسميين الإسرائيليين في عملية تدمير غزة. هذا ما قاله القضاة، هذا في الخبر السياسي الأول في منصة تعتبر في مقدمة 3 منصات عالمية، البي بي سي باللغة الإنجليزية. وهذا أيضا بالمفعول السياسي قبل قليل في المؤتمر الصحفي نعم، الدوري لبلينكن طرح السؤال أن القضاة يحاكمون دولة الاحتلال، وقال القضاء 1 2 3. هذا كلياته الملف بكل يعني جوانبه اليوم مطروح. انتصرت القضية بوجود هذه الرواية، وهذا ما شاهدناه بحالة هستيريا صهيونية برد الفعل لا أخلاقي، الغير مؤدب، الذي لا يعرف للسياسة ولا الدبلوماسية، حرق كل الأشرعة مع القضاء. نعم، مع المنصات الدولية. في 11 كانون ثاني يناير 2024 جانفي، نعم، تاريخ يعني سطر بغض النظر عن 12 الذي يليه أو ماذا سيحدث في اليوم التالي أو في نفس اليوم من قرار القضاء. المشهد فلسطيني اليوم، فلسطين تسيدت المشهد العالمي بامتياز بما يحق لنا أن نستثمره كشعب فلسطيني، وهناك وحدة وطنية فلسطينية لم يشذ أحد عن أن يصطف وراء جنوب أفريقيا. اسمح لي
جنوب أفريقيا اليوم هي الإمام السياسي الذي اصطف ما وراءه كل مناصرو الحق الفلسطيني في العالم يتباهون ونعم بهذه الإمامة الخطوة. أستاذ ماجد عندما تكون أم هؤلاء نصرة القضية أبناء وأحفاد مونديلا العظيم. قبل ذلك على المستوى الشكلي يعني قلت تم انتصار مهم جدا بغض النظر عن النتائج، أنه عندما يتحول العدو الصهيوني من منصة المظلومية تشتغل أو تشتغل عليه آلة الدعاية الصهيونية إلى قفص الاتهام، هذا مهم جدا يعني. مهم جدا. واسمح لي في شيء من المقارنة بين الوفدين. نعم. جنوب أفريقيا متماسكة سياديا بالمستوى السياسي أن تحضر ويحضر وزراء، وزير العدل يقابلهم تكنوقراط، بمعنى أن عندما يرى القضاء لو في يريدون أن يخلعوا ثوب النزاهة بنسبة 100%، سيجدوا أن المؤشرات الشكلية اللي سميتها حضرتك فيها من المضامين السياسية وحتى العدلية ما يرقى إلى أنه يأسر المشهد ويأسر فكرهم، لأنه في النهاية الحكم لا يأتي فقط في منطوق النص. لماذا سمح بالمرافعة الشفهية؟ كان ممكن يرسل الأوراق ويدرس القضاء الأوراق ويحكمهم، ولذلك يعني رب يعني بعضكم ألحن من بعض. هذا أصلا في فقهنا في هذا المجال. المحامي وكيف أبدعت بغض النظر ماذا سيحدث، ولغة الجسد ولغة الوجوه للطرف الآخر طرف العدو الصهيوني كان واضح جدا، رغم من تسجيل الملاحظات وراء المحامين أو ممثلي جنوب أفريقيا في القضاء العدلي، إلا أنه واضح أنه هنا، وهذا ما رأيناه بعدم انتظار المسؤولين السياسيين والإجماع السياسي الصهيوني في فلسطين المحتلة في أن يرد ولا ينتظر، كأنه ألغى غدا في الرزنامة فيما يتعلق في هذا كيف سيكون موقف القضاء، إلا أن يكون تحت الطاولة هناك من هو ضامن له بأنه تعال على لاهاي والنتيجة يعني ونحن محسومة يعني نتكفل بهذا. لأنه لغة بلينكين قبل قليل لغة ما زالت العنجهية، عدم الاكتراث، هذا الكلام اللي بيحكوه غير صحيح، وإحنا سنستمر في دعم دولة الاحتلال، رغم أنه إذا دينت دولة الاحتلال بمجرم حرب سيلحق المشاركون والشركاء والداعمون لها شيء من هذا الاتهام وهذا هذه الإدانة في القانون، وهذا معروف بالتعدي. نعم أستاذ مجد، هي اليوم عرس كما قلت دولي على طريق العدالة إن شاء الله، عرس كبير، وإضافة إلى هذه الجلسات القانونية والاهتمام الصحفي والإعلامي الدولي رافقتها وقفات كبيرة مساندة خارج المبنى وفي دول العالم. عندما يتكلم دولة عربية وسلطة تونسية، وزارة خارجية مثلا تونسية تقول إنه تونس لن تنضم لأي دعوة تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان. أنت كناشط فلسطيني متابع، رئيس الجالية والرئيس التنفيذي للمجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية في أوروبا، كيف تقرأ هذا التعليق؟ والله لا أجد نفسي دبلوماسي في لغة الخطاب في مثل هذا الموقف، لأنه أفترض أنه الحد الأدنى من مفردات السياسة أن يصطف الجميع خلف الملف الجنوب أفريقي. ملف الجنوب أفريقي مش كل النقاط اللي ذكرت يعني يتوافق معها كل الفلسطينيين بالمناسبة، ولكن أنت أمام إبادة جماعية وتطهير عرقي، وغير قادر تسوي حاجة كدولة عربية، أي دولة عربية بدون تسمية. فبالتالي جاءك من يقوم بالمجهود عنك لا أقل من الاصطفاف مأموما خلفه. وفعل الدول العربية خيرا بهذا الموضوع، واصطفت السلطة رغم الحساسية المحلية مع دولة الاحتلال والأردن ودول أخرى في هذا المجال، وهذا محمود بشكل متقدم، واصطفت تركيا، كل هذه ودول أمريكا اللاتينية. فبالتالي لست مع ما صدر من بيان
من الرئاسة التونسية الخارجية التونسية. أنا أتحدث عن هذا أستاذ حتى أكون على اطلاع. المغرب هي دولة مطبعة مع الكيان الصهيوني، ورغم ذلك كما قلت انضمت، والأردن انضموا، لكن لتعلم أن الخطاب الرسمي التونسي خطاب على مستوى خطاب متقدم، يتحدث عن تحرير الأرض من الماء إلى الماء، رغم أنه دستور متاع 22 اللي عمله سعيد، يعني تعرف تم خلاف في تونسي ونسبة تصويت عليه الدستور أقل 25%، ولكن ثم اعتراف بالشرعية الدولية. ولكن على مستوى الخطاب من مدة يحكي عن تحرير الأرض من الماء إلى الماء، تحرير كل فلسطين، ولكن يأتي هذا التبرير الجديد. هذه وزارة الشؤون الخارجية صدر البارحة واليوم، البارحة تقريبا. أستاذي، محاكمة الموقف العربي الجمعي والقطري فيما حدث خلال 100 يوم من جرائم وحشية، تجد نفسك توقف موقف الحزين المستنكر إن شئت للمواقف بتفاصيلها بغض النظر عن المحليات والتقاطعات المحلية. المعبر رفح مصري فلسطيني، ما يحدث من جرائم، جرحى، المستشفيات فاضية في سيناء. ماذا نقول عن هذا الموقف؟ ماذا نقول عن السمسرة على أهل غزة في الخروج والدخول في الهروب من الموت؟ هذا كلياته. ماذا نقول عن اتفاقات التطبيع التي ما زالت صامدة؟ لم نكن نحتاج لجنوب أفريقيا أستاذي بعد ما يقرب من 100 يوم حتى ننتظر، ويوم الأحد سيكون تمام 100 يوم على العدوان والهجوم حتى نحاول أن نوقف الحرب. تماسك بالحد الأدنى للدول العربية بالموقف السياسي، لا أقول الجيوش ولا جحافل الجنود أن لا سمح الله كان سيتغير الموقف. التهديد بإيقاف اتفاقات، 5 اتفاقات رسمية بين الدول العربية، باتفاق أوسلو ووادي عربة وأبراهام وكام ديفيد واتفاق مع المغرب، هذه كلها لو على قلب رجل واحد إن شئت أن توقف هذه ويهدد فيها، لا توقف، تهدد فيها، كان سيقف العدوان فورا بشكل حقيقي. هذا المنطق السياسة ومفردات السياسة. فبالتالي وانسحب على هذا الموضوع، والله عدم الاصطفاف حول جنوب أفريقيا. سيدي، لو أفصح محامي فلسطيني كان محل القضاء اليوم، باستثناء أمور لا نتوقف عندها كثيرا ولكن بالمجمل بنسبة 95% من المرافعة كانت بامتياز، وضعت المظلمة الفلسطينية، السردية الفلسطينية، وحشرت دولة الاحتلال وسياسيها وجنودها في الزاوية بشكل محترف بالشكل والمضمون، ولم يترك، وبالتالي أخذ الملف ليس بعدا. يعني الذكاء عند جنوب أفريقيا جابت محامين ومستشارين مختلفي الأعراق ومختلفي الثقافة، نعم. فبالتالي أصبح الملف بتميز ملف دولي باسم الشعب الفلسطيني. وخيرا فعلت السلطة الفلسطينية أن أرسلت وفد وكانوا بجانب جنوب أفريقيا، لأنه البعد الفلسطيني في هذا المشهد مهم جدا، يعني ولبسهم بالشكليات الكوفيات، المنظر كان مهم جدا، وبرمزية جنوب أفريقيا وتاريخها مع الميز العنصري مهم أستاذ. برمزية جنوب أفريقيا بما تعني جنوب أفريقيا من تاريخ أيام الفصل العنصري مع دولة الاحتلال، وما لحقه من تاريخ أيام الانتصار للحق والمظلمة لأهلنا في جنوب وشعب جنوب أفريقيا، والعلاقة المتميزة مع الثورة الفلسطينية والعالم العربي، وعدم اكتراث الراحل مانديلا بأي حسابات سياسية لصالح المبدأ ولصالح الانتصار للمظلوم. وها هم على نهجه، وهم يحملون إرثه بشكل مقتدر، وليس فقط، خاصة أنهم خرجوا خارج المحكمة بعد الجلسة وانتهائها بمؤتمر صحفي، وزير العدل ورئيس الوفد كلهم كانوا متماسكين. هذه النقطة الأهم في هذا الموضوع، التماسك بوعي كامل وعدم التردد وعدم الارتعاش بالأيدي ولا اللعثمة بالألسن لصالح المضي في هذا الموضوع. وهذا ما جزء أساسي
من هذه المعركة القضائية التي لا تقل عن ما يقوم بها أبناء الشعب الفلسطيني من صمود في قطاع غزة والضفة. هذا مشهد علينا أن نستثمر. ولذلك نقول أننا في منعطف استراتيجي بغض النظر عن النتائج. هناك حاجة اسمها مرجعية 11 كانون ثاني يناير الأول من 2024. ستصبح كل الناشطين في العالم والداعمين للحق الفلسطيني يحملوا معهم، وحتى الإعلاميين. ولاحظت مرة ثانية كيف الآن في سؤال يقذف في وجه كل سياسي يعتلي منصة لمؤتمر صحفي أو يعتلي محاضرة بأن يطرح عليه ماذا قال القضاة والمحامون والمستشارون والسياسيون من جنوب أفريقيا في محكمة لاهاي. وهذا يستحق التوقف بامتياز في هذا الجانب. أنت قلت البي بي سي نعرف موقفها المنحاز إعلام المهنية بين ظفرين، افتضح 90 يوم الأخيرة، ولكن عندما يفرض هذا العرس الحقوقي الدولي نفسه على الخطوط التحريرية، هذا مهم جدا واختراق مهم جدا. هذا عرس حقوقي غاب يعني حضره الأحرار إلا من أبى، هذا المؤسف يعني، إلا من أبى في عرس مهم جدا ويتواصل غدوة. أستاذ ماجد. نعم، أنا خطة التاريخ رسم التاريخ، والآن إحنا لسنا للوراء. أصبحت ليس فقط بلهجتكم المحببة غدوة، إنما ما استمرت القضية الفلسطينية في ما طال الزمن حتى تتحرر. ستبقى هذه تتكرر كما تقول حضرتك الآن، ونراجع ونستدعي التاريخ بانتفاضة الحجارة وانتفاضة الأقصى. نعم. وما يحدث في التاريخ الفلسطيني أصبح هذا هو، كما نقول في 2004 وتجريم جدار الفصل العنصري ويستدعى في هذا الجانب. كل هذه علامة فاصلة صنعت جنوب أفريقيا تاريخا مميزا للشعب الفلسطيني في طريقه لاستعادة حقوقه، وهذا ما يجب أن يبنى عليه، ويجب أن يكون حاضرا في هذا. ولذلك السؤال العدمي اللي كان ماذا يمكن أن نفعل؟ ماذا يمكن أن نفعل؟ يمكن أن نفعل الكثير. لاحظ أستاذي، خصوصا أعطيك كلمة، مع دعوة القيادات المقاومة الدول والأحرار في العالم إلى الحضور والانتفاضة والمساندة. هذا حصل الآن في اعتصامات انتظمت اليوم وستنتظم غدا أمام سفارات جنوب أفريقيا في الحواضر الأوروبية، في رسائل بعثت للسفارات من ضمن مؤسسات ومن ضمن أبناء الشعب الفلسطيني لإسناد جنوب أفريقيا، خاصة مع تعرضها للهجمة هذه. وهذا أقل ما يمكن أن يقول. الآن إحنا في عالم أوروبي نستطيع أن يكون عندنا مهم. وهذا وين أثره أستاذي؟ إحنا مقبلين بعد 6 أشهر في مثل هذا اليوم بالتحديد على انتخابات البرلمان الأوروبي التجديدية. نعم. وفلسطين ستكون حاضرة، وما سيحدث في محكمة العدل الدولية سيكون حاضر في وجه السياسيين. لسنا نحن الذين تقول جنوب أفريقيا، لسنا نحن الذين يقول القاضي الفلاني، لسنا. وإذا خرج القرار بإيقاف الفوري للعدوان، هذا سيقلب الطاولة على كل من ساند الباطل الصهيوني، وخاصة في البرلمان الأوروبي. وستكون فلسطين حاضرة. نحن في المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية أمس أطلقنا حملة لاستنهاض كل الناشطين في أوروبا لكي يرتبوا أنفسهم لصالح التغيير ولا قليلا، وإيجاد صوت لفلسطين في البرلمان الأوروبي، خاصة أن الانتخابات في البرلمان الأوروبي بأقلية ليست كبيرة ممكن أن يصل البرلمان، خاصة في دول عدد سكانها مش كبير. أستاذي، نعم. يوم السبت الماضي خرج في كوبنهاجن 130 ألف متظاهر في دولة سكانها عدة ملايين. تخيل معي. ورصد الحدث، إذا الإعلام قال 70,000، فالمنظمون قالوا 130. فهذه العدد تخيل لو يتكتل انتخابيا، وهذا ما سيحرص. نحن نريد المعادلة والخارطة السياسية ليست لصالح فلسطين بشكل شبه إجماع في البرلمان الأوروبي الآن،
لا نريد أن يكون ميؤوس منها، نريد أن يكون صوت فلسطين حاضر. إن شاء الله. نعم. التفعيل السياسي لما يحدث من صمود الشعب الفلسطيني، فيما يحدث من أخطاء صهيونية، فيما يحدث من دعم لا قانوني لا أو لا أخلاقي ولا مبدئي من قبل الساسة الأوروبيين والساسة وبعض الدول الأوروبية العالمية هذا لا نريد له أن يتسيد الموقف. شكرا جزيلا أستاذنا العزيز السيد ماجد الزير، الرئيس التنفيذي للمجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية، كنت معنا من برلين.